في يعني جهة طبية من أرقى وأكثر الجهات الطبية صرامة على مستوى العالم، اسمها الرابطة الأمريكية لأطباء القلب. الرابطة الأمريكية لأطباء القلب دي قالت التمر مفيد للقلب. طب أنت إيه في اعتقادك التمر؟ يعني هو أصلا يعني حتى في السنة النبوية وإنه فكرة الإفطار على تمرة 7 تمرات. أنت 7 لا يعني أنت شايفة إنه مثلا التمر ده التمراية الواحدة فيها اللي حاجات اسمعه ان كتير. هو طبعا غير ان هو بيدي طاقه الباور يعني. ايوه انا بقى هحط لك التاتش الطبي بقى. الطبي ان التمره الواحده فيها 66 سعر حراري. كالوري. كالوري ياه. اللي هو السعر الحراري. نتخن بس يعني. لا على فكره هو دي معلومه تانية بيدي ان باور بس هو مش بيتخن. ما فيهوش دهون. هو بيعالج الامساك. بيعالج الامساك وفي نفس الوقت بيمنع الاسهال. ايوه صح. انت فاهمه قصدي؟ لان هو فيه كميه الياف كويسه جدا. غير ان فيه بوتاسيوم، والبوتاسيوم ده كويس جدا للقلب. اي حاجه فيها بوتاسيوم كويسه للقلب. التمر، الموز، يعني اي حاجه فيها بوتاسيوم. حاجه تانية ان هو بيقوي العظم. ليه بقى؟ ما هو ده بقى الجديد، ان التمر فيه كالسيوم وفيه حديد، لدرجه ان هم بيعتبروه بره دلوقتي يا زهره. خاصه يعني شوفي كل اللي احنا بنقوله ده بقى عايزين نكيفه على الاطفال، يعني عايزين نوديه بقى في سكه ان احنا ازاي الاطفال تستفيد منه. بيعتبروه دلوقتي علاج دوائي غذائي للاطفال. بمعنى ايه؟ لما ندي للاطفال اكل فيه حديد بشكل يومي، كاننا بنديهم حديد جرعه يوميه من الحديد، لان هو فيه نسبه حديد في نفس الوقت فيه نسبه كالسيوم. يعني انت عارفه كل الامهات والاباء بيحبوا لاطفالهم ايه؟ حتى للكبار انه ياخدوا كالسيوم وحديد. التمر فيه كالسيوم وحديد وفيه بوتاسيوم وفيه الياف، وزي ما قلنا قليل السعرات قليل الكوليسترول والدهون المشبعه، يعني ما فيهوش كوليسترول ولا دهون مشبعه. في نفس الوقت بيدي سعرات حراريه عاليه جدا للتمره. من فوائده بقى برضو يعني هزود لك بقى على حاجه، انت قلتي حاجه كويسه قوي، قلتي ان هو له علاقه بالقلب وله علاقه بالمناعه، له علاقه كمان بالاعصاب، وله علاقه زي ما قلنا بالايه بالجهاز الهضمي. الجديد بقى كمان انه بيعالج الحساسيه، كل انواع الحساسيه، يعني الحساسيه الصدريه، يعني هو يعني دلوقتي نظرا لوجود الحاجات دي فيه، فهو مثلا زي ما قلت لك بيستخدم لعلاج الانيميا. يعني من اشهر انواع الانيميا، احنا اتكلمنا عن الانيميا قبل كده، اشهر الانواع بنقولها مره ثانيه هي انيميا نقص الحديد. ودي للاسف يا زهره من اكتر الامراض اللي هي الامراض الطفوله المنتشره